ترتيب القرآن الكريم، ترتيب الآيات والسور. بحث العلماء، علماء علوم القرآن الكريم، علماء التفسير، مسألة ترتيب الآيات بهذا النسق وبهذا الشكل الموجود الآن في المصحف، الآية 1 2 3 وهكذا، لأن السورة تتكون من آيات. هذه الآيات اللي الآن هي مرقمة، آية رقم 1 و2 و3 إلى نهاية السورة، هل هذا الترتيب توقيفي أو اجتهادي؟ بمعنى هل هذا الترتيب ترتيب نبوي أم ترتيب الصحابة؟ هذا هو الموضوع. ترتيب الآيات، هل ترتيب هذه الآيات الموجودة في القرآن الكريم في السور القرآنية هو ترتيب النبي صلى الله عليه وآله، بحيث أمرهم أن يضعوا هذه الآية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى نهاية السورة، أم أن الصحابة بعد رحيل النبي الخاتم صلى الله عليه وآله هم الذين رتبوا هذه الآيات بهذا الشكل؟ الجواب يقول إن السور القرآنية مهما اختلفت آياتها في المضامين وتاريخ النزول، فهي تمثل وحدة جامعة للآيات التي تضمنها وفق التسلسل الخاص فيما بينها، فهي نظير كلمة المتكلم والرسالة والكتاب. فكما يكون التغيير في تسلسل مقاطع الكلمة أو الرسالة أو في تسلسل فصول الكتاب تلاعبا به وخيانة لصاحبه، فكذلك التغيير في ترتيب آيات السورة الواحدة فإنه يعتبر تحريفا وتلاعبا بالقرآن الكريم، لأن التسلسل الخاص بين الآيات دخيل في هيئة السورة القرآنية، السور القرآنية. فالنصوص الواردة في فضل آية في أي سورة لوحظ فيها الترتيب الخاص بين آياتها، وكذلك باقي أحكام السورة. يعني اللي يريد يقوله أنه التلاعب بوضع الآية في مكانها، مثلا الآية هي جاية أول آية يخلونها بالأخير أو يخلونها بالوسطى، هذا يعتبر تحريف وتلاعب بالقرآن الكريم، ويؤدي إلى ضياع مضامين السورة وهيئة السورة وتنظيم وترتيب السور القرآنية. ولذلك لا يجوز الفقهاء التغيير في آيات السورة الواحدة في الصلاة. مثلا الآية الواحدة الأولى في الفاتح ما يصير تخليها بالوسطى أو تخليها بالأخير، زين؟ فكل تغيير في ذلك يعتبر نوعا من التحريف في القرآن الكريم، فتنفيه أدلة نفي التحريف المتقدمة. فإذا على ضوء هذا الكلام يكون الآن إذا هذا الكلام اللي أنا بينت لكم أنه التلاعب بالآية في مكانها، في عددها، في وضعها، بالبداية بالوسطى بالنهاية، أو الآية مثلا هي في سورة البقرة نخليها بالمائدة، زين؟ هذا تحريف وتلاعب بالقرآن الكريم، ونحن ننفي ذلك عن القرآن الكريم، زين؟ فهسه بالبداية أنه هذا التغيير وهذا التبديل بالوضع بالآية يعتبر تحريف للقرآن الكريم. نرجع للسؤال، هو إذن من الذي رتب هذه الآيات بهذه الطريقة اللي موجودة الآن في القرآن الكريم؟ قال: وجود العديد من النصوص الدالة على أن الترتيب بين الآيات كان يتم بأمر من الرسول صلى الله عليه وآله بنفسه. يعني الجواب من الذي رتب الآيات؟ هو النبي صلى الله عليه وآله، وكان يشرف بنفسه على ذلك، فكان يقول لكاتب الوحي: هذه الآية في المكان الفلاني، هذه الآية في المكان الفلاني، ثم يقول له: بدأت سورة جديدة، يعني خلينا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقول له مرة أخرى سوينا بسم الله الرحمن الرحيم ثانية، بمعنى أن السورة اللي قبلها انتهت.
شوف الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مو عندنا سورة جاي نشتغل عليها، إذا اجت بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية معناته السورة اللي قبل ايش بيها؟ انتهت. زين؟ ابتداء للأخرى مما يكشف عن تميز السور في عصر النبي صلى الله عليه وآله. منها الأحاديث الواردة في حفظ آيات القرآن. زين، مثلا ما رواه الكليني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ما من عبد يقرأ آخر الكهف إلا تيقظ في الساعة التي يريد. يعني عندنا هكذا روايات أشارت بأنه الإنسان إذا يريد يستيقظ لصلاة الليل لصلاة الفجر يقرأ هذه الآية، زين، اللي هي آخر آية من الكهف. زين، كذلك ما ورد في آثار وفضل أوائل أو أواخر السور الأخرى مما يعني ترتب الآيات ضمن تسلسل محدود منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله. وقد ادعى عدد من الباحثين في علوم القرآن الإجماع على ذلك، يعني لا يوجد من يخالف ذلك. سنة والشيعة يقولون بأن ترتيب الآيات هو ترتيب نبوي بمعنى توقيفي. احنا قلنا توقيفي لو اجتهادي، التوقيفي بمعنى لا يجوز أن يتلاعب به أحد. فإذا ترتيب الآيات ترتيب نبوي.